السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مضطرة أقسم الفيديو على مرتين لأنه طويل وعايزة أكون معاكم خطوة بخطوة في الأكلة اللي هنعملها النهاردة الجمعة. فاصل وأواصل معكم من خلال الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مطبخ المتواضع مطبخ أم خديجة. النهاردة الجمعة حبينا نعمل أكلة حرشة، كرشة ولحمة راس. أنا جبت كرشة أهو قدامكم أهو، وهننضفها مع بعض النظافة التقليدية. غسلتها الأول قبل المية السخنة الكلام ده، صدقيني ما في. هو أنا ضفتها المرة الأولى للمية السخنة يا دوب غلط وطفيت النار. المية هدنت معايا شوية عشان نعرف ننضفها. أهو دلوقتي ابتديت أشوف درجة الحرارة بتاعت المية فيها في النظافة، إنما أنا نزلتها تاني في مية سخنة. المرة التانية حطيتها في المية بعد ما غلت وطفيت النار. لازم المية تهدى عشان تعرفي تنضفي الكرشة نظافة زي اللي انتوا شايفينها. انا جبت الخل والملح بعد ما غسلتها ونضفتها، نقعتها في خل وملح. بصوا بقى النظافة، طبعا ده لسه. اتفرجي بقى على النظافة كده اهو، انا صفيتها اهو. بصوا كده، شايفة النظافة؟ الأكلة دي يا تبقى بالمستوى ده في النظافة يا إما بلاش، وكل ده يرجع للتقليدي بتاع زمان. نيجي بقى للحمة الراس. طبعا هي بجيبها من عند الجزار، أشطفها، أغسلها غسلة واتنين، وبعد كده أحط لها مية على النار وأفضل تاخد غلية واحدة وأطلعها في مية سخنة، أغسلها وأنضفها بعد المية السخنة. اهو انا طلعتها من ميه سخنه على ميه بارده من الحنفيه، مقطعتها كده. انا اعرف اتعامل في لحمه الراس واغسلها كويس اهو. يعتبر ده الفم الاول او التاني بعد النظافه بتاعتها. هرجع تاني، طلعتها الغسله الاولى ولا التانيه دي ولا التالته، عدوا بقى. ادي انا غسلتها بالخل والملح. طبعا انا شغاله دايره الغسيل كل شويه لحد ما اتاكد الميه نصفت وبقت زي الفل. هرجع احط ميه على النار. القمر